إذا كان الإسكندر الأكبر هو المؤسس الأول لمدينة الإسكندرية المصرية من حيث الشكل العام، إلا أن هناك من المؤرخين والعلماء ممن يؤكدون جذور المدينة الضاربة في عمق التاريخ المصري القديم. عندما دخل الإسكندر مصر وسط ترحاب المصريين عام 332 قبل الميلاد، كان بالنسبة لهم المخلص العظيم من بطش الفرس. وخلال رحلته إلى واحة سيوة للتبرك بالمعبود المصري آمون، وقعت عيناه على البقعة الجغرافية المتميزة لقرية راكوتيس فيما بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة مريوط جنوبا. وفي المقابل من هذه القرية تقع جزيرة فاروس، مما أضاف للموقع بعدا استراتيجيا. عندئذ وقف الإسكندر وقال قولته الشهيرة: هنا سأبني مدينتي التي طالما حلمت بها. وعلى الفور استدعى الإسكندر مهندسه اليوناني الشهير ديموقراطس للقيام بهذه المهمة، فتم مد جسر بين كل من قرية راكوتيس وجزيرة فاروس لينشأ عن ذلك ميناءان، إحداهما شرقية والأخرى غربية. وقام ديموقراطس بتخطيط مدينة الإسكندرية على النسق المعروف سابقا في المدن اليونانية ليصبح شبيها بقطعة الشطرنج. ولكن لم يمهل القدر الإسكندر الأكبر حتى يرى حلمه يتحقق، وتوفي في عمر 33 ببابل، ونقلت رفاته فيما بعد إلى الإسكندرية. وتعتبر مقبرته واحدة من أسرار المدينة الغامضة، والتي لم يستطع أحد أن يعرف لها مكانا حتى الآن. وفي عهد البطالمة أصبحت الإسكندرية إحدى أهم معاقل الحضارة الهيلينستية بالعالم، وعلى أرضها حدث المثال الحي لعملية تفاعل وتزاوج الحضارات، حيث تدفق عليها تيار من المهاجرين اليونان بفكرهم وفنهم. ومنذ بداية حكم سوتير استكملت أعمال تخطيط المدينة، وقسمت إلى 5 أحياء أساسية، كان من أهمها وأفخمها حي البروكيون، وهو الحي الملكي، وموقعه الحالي منطقة الأزاريطة وكامب شيزار وما حولهما. أما الحي الوطني فقد سكنه المصريون، وموقعه الحالي حي كوم الشقافة. وقد شيد البطالمة في هذا الحي معبد السيرابيوم الكبير، الذي ألحقت به مكتبة الإسكندرية الصغرى لأغراض البحث والدراسة الدينية والعقائدية. ذلك المعبد الذي حاولوا من خلاله التقريب بين كل من المصريين واليونانيين عن طريق التوحيد بين المقدسات اليونانية والمصرية في صورتين مختلفتين للمعبود سيرابيس. كما خصص حي اليوسس ناحية حدائق النزهة حاليا للتنزه في الأعياد والمواسم تماما كما يحدث إلى يومنا هذا. أما حي المقابر أو النيكروبوليس فكان بموقع حي القبار الحالي. أما الحي الخامس فكان يقطنه اليهود، وموقعه الحالي منطقة الإبراهيمية وسبورتينج. ولقد أراد بطليموس الأول
ومن بعده ابنه بطليموس الثاني للإسكندرية أن تصبح مركزا لإشعاع العلوم والآداب والفنون. فشرع بطليموس الأول بمعاونة مساعده الأول ديمتريوس الفاليري في تأسيس أكاديمية أو جامعة اشتهرت باسم المذيون نسبة إلى رباط الحكمة الإغريقية، والتي اكتشفت مؤخرا في مايو عام 2004 ميلادية في منطقة كوم الدكة، والتي كان يعتقد من قبل أنها تمثل مسرحا رومانيا، والتي قد تنوعت فيها شتى فروع المعرفة. فهنا في الإسكندرية اهتدى أرستراخوس إلى دوران الأرض حول الشمس، كما بزغت نظريات أرشميدس وإقليدس في الهندسة والرياضيات، وبطليموس السكندري حول كروية الأرض، وهيروفيلوس في الجراحة